تداعيات العقوبات المصرية السعودية الإماراتية البحرينية اليمنية على دولة قطر. في البداية لازم تشوفوا وتبقوا فاهمين فين هي دولة قطر وفين هي الدول العربية التانية اللي فرضت عليها عقوبات. دي هي دولة قطر، شايف الدولة الصغيرة دي اللي هي على السهم دي الصغننة دي، هي دي قطر، وهي دي السعودية، وهي دي مصر، وهي دي الإمارات، وهي دي الكويت والبحرين هنا اهو. ف واضح جدا ان بانقطاع العلاقات سواء كانت التجارية او انقطاع العلاقات او المواصلات البرية او المواصلات الجوية او الطيران، ان دولة قطر دخلت في عزلة واصبحت دولة في عرض الخليج العربي لوحدها. وده طبعا هيأثر كتير جدا على حركة التجارة وهيأثر كتير على حركة المواصلات الموجودة، وده هيأثر بالضرورة على دولة قطر سواء كان في النواحي الاقتصادية أو التجارية أو حتى في كأس العالم، لأن بالشكل دوت هيأثر بشكل كبير جدا على كأس العالم. ولو استمرت العقوبات دي مثلا سنة أو اتنين، طبعا بالتأكيد كأس العالم هيتلغي من دولة قطر ومش هيقام في دولة قطر، لأن أصلا من الصعوبة إن حد يوصل لها. المشكلة الأساسية إن دولة قطر زي ما أنت شايف بالحجم الصغنن ده حاولت تسيطر على دولة زي السعودية بالحجم الكبير ده، أو حاولت تسيطر على مصر بالحجم الكبير ده. تخيل دولة زي دي مثلا، يعني انت شايف حاجه اصلا كويس احنا باينه على الخريطه، حاولت تسيطر على دوله زي السعوديه اللي انت شايفها قدامك، او دوله زي مصر، او حتى دوله زي الامارات، ولم تراعي حتى حجمها ولا قوتها، وظنت ان بالفلوس هتقدر تسيطر على كل حاجه. لكن للاسف دوله قطر هتعاني معاناه كبيره جدا من الانقطاع اللي حصل، وهيبقى قدامها خيارين. الخيار الاولاني انها تعتمد على دوله كبيره، دوله عالميه زي روسيا او دوله زي الولايات المتحده الامريكيه في تعويضها ومساعدتها، او تروح لايران. وطبعا لو راحت لايران هي بتحاول تبين نفسها كانها وسيط خير طبعا، وهتروح لايران. ايران لو قطر راحت لها بالتاكيد ايران ما هتستغل الفرصه وهتسيطر على دوله قطر. هي اصلا مش دوله قطر، ان حاجه شوف حجمها من حجم ايران يعني لا يوجد اصلا. فلو قطر فكرت بدماغها انها تروح لايران، فاكيد ايران هتسيطر عليها كليا وجزئيا. فقدامها الخيار الوحيد ان هي تروح للولايات المتحده الامريكيه. لكن للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه من الواضح بسبب التفجيرات اللي بتحصل في الدول الاوروبيه والهجمات الارهابيه اللي حصلت في الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول، ان في اتجاه كبير جدا لمحاربه التطرف والدول اللي بتدعم التطرف. ومن الواضح ان دوله قطر كانت بتدعم زي ما عارفين داعش وجبهه النصره، وكمان بتدعم تنظيم القاعده، ودي حاجه معروفه يعني مش اجنده مخفيه. احنا شفنا كام مره اسامه بن لادن ظهر على قناه الجزيره، وشفنا كام مره جولاني بتاع جبهه النصره ظهر على قناه الجزيره، وشفنا التقارير الاعلاميه اللي كانت عاملاها قطر لمساعده جبهه النصره في الحرب في سوريا، والفلوس والتدفقات الفلوس اللي كانت بتروح لجبهه النصره وغيرها. فمن الواضح ان الدول الاوروبيه واخده فكره سيئه جدا عن قطر، او مش واخده فكره، تصرفات قطر انتجت مشاكل كبيره جدا بينها وبين الدول الاوروبيه. الولايات المتحده الامريكيه تقريبا كان وزير الدفاع بيتكلم ان هو لو قطر ما قللتش وما استكفتش اللي بتعمله في الوقت دوت، الولايات المتحده الامريكيه ممكن تضطر انها تسحب القواعد الامريكيه اللي موجوده داخل قطر. وزي ما عارفين دوله قطر هي دوله اللي بيحميها القواعد الامريكيه، تسحب القواعد الامريكيه اللي موجوده وتوديها في اي دوله ثانيه نتيجه التصرفات اللي بتعملها دوله قطر. فجميع المقاييس بتدل على ان دوله قطر حوصرت حصار ابن 60 في 70، ومش منه مخرج. حتى لو حابت تظهر ان هي هتصمد، هي دوله يعني زي ما شايفين حجمها ما يأهلهاش انها تصمد او تبقى دوله قويه في وجه الاعصار اللي جاي حواليها، انها اصلا حجمها ومؤهلاتها ما تساعدهاش. هي ممكن تكون محميه بالبيئه اللي موجوده حواليها، يعني دوله قطر محميه بالسعوديه ومحميه بالامارات ومحميه بالكويت، دولة الدول اللي بيحموها اللي هو دول الخليج العربي. بدون دول الخليج العربي قطر ما تساويش اي حاجه. قطر نفوذها جه من الدول اللي بتحميها اللي هم السعوديه والامارات والكويت والقواعد الامريكيه اللي موجوده داخل قطر، هو ده. وطبعا الفلوس اللي عندها هو ده اللي خلى نفوذ دوله قطر يزيد في الفتره اللي فاتت. لكن بانسحاب دول الخليج العربي وبانسحابها طبعا كده من الدول العربيه مفيش اي دعم ليها، اصبحت دوله قطر محاصره، مفيش غير الولايات المتحده الامريكيه. قلنا ايران لو راحت لايران هتقع، لو راحت للولايات المتحده الامريكيه اللي هي ليها قواعد اساسا جوه دوله قطر، الولايات المتحده الامريكيه هتطلب منها ان هي تكف عن تدخل في تدفع فلوس للارهابيين وتكف عن دفع الفلوس. وقطر طبعا زي ما عارفين ان هو واخد مقلب في نفسه،
يعني ما تفهمش امريكا وقطر حتى مش مراعي حجمه، مش مراعي قوته. يعني انا بستعجب صراحه ان امير مهبل للدرجه دي عايز يسيطر على دوله السعوديه. يعني انت حجمك ولا قوتك ولا السكان اللي فيك ولا القوى البشريه عشان عندك شويه فلوس تفكر انك هتسيطر على دوله السعوديه مثلا؟ ده بأمارة ايه؟ يعني السعوديه دوله يعني من الدول القويه جدا على مستوى العالم، اقتصاد قوي جدا على مستوى العالم، نفوذ قوي جدا على مستوى العالم، من اقوى الدول اللي موجود فيها بترول على مستوى العالم. فحتى يعني ما عندكش اي مؤهلات انك تفكر تواجهها. ولا فكر مثلا ان هو يعتمد على تركيا. احنا بنتكلم بالخريطه، شوف تركيا فين. لاحظ الفرق بيننا وبين تركيا، الكويت والبحرين والخليج وبعدين يروح لتركيا. فما عندكش برضو قوة أصلية إنك تفكر إن دولة قطر تقدر تعمل كده. فللأسف الشديد أنا بصراحة أنا ما بيعجبنيش التفرقة. وأنا أصلا يعني ما بحبش التفرق من الدول العربية لأن ده بيضرها أصلا. بس للأسف دولة قطر عايزة تثبت نفسها إنها الأقوى وتدخل في شؤون الدول التانية وهي أصلا ما عندهاش النفوذ أو القوة إنها تعمل كده. فده للأسف جرها للحالة اللي هي موجودة فيها دلوقتي. الأكيد إن دولة قطر هتتراجع عن المواقف اللي خدتها وهتعرف حجم نفسها بعد اللي حصل لها دوت، وهتتراجع وهتتوب على اللي عملته.